السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد على القناة. إذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك وحط لايك وخلونا نبلش. فيديونا اليوم عن فيروز. مين ما يعرف فيروز؟ أغلبنا يعرف فيروز. فيروز صوت الصبح والذكريات، كنا نعتقد أنها توفى، بس بصراحة وأنا شخصيا يعني واحد الناس كنت متأكد 100% أنها متوفية. بس المشكلة مو هون، المشكلة أنه فجأة طلعت عايشة. كيف وشلون لا حد يسألني. أنا صراحة يعني مرات كنت أريد أشغل أغاني لها ما أشغل، أقول يا أخي حرام، من زمان ميتة. أنا من نوعية وبعرف أنها ميتة من زمان. مو بس أنا، يعني الناس أكثرها تفكر أنها ميتة كمان، مو بس أنا، ما وقفت علي أنا بس. طيب شنو القصة وراء هالغياب؟ فيروز غابت عن الإعلام من سنين طويلة، لا مقابلات، لا حفلات، لا صور، ولا حتى أخبار مؤكدة عنها. اختفت بهدوء تام. كانها اختارت تعيش بهدوء، بصمت تام، بعيد عن كل شيء، بعيد عن الأضواء، بعيد عن الناس. من وراء هالشي الناس كلها كانت تفكر إنها ميتة ومن زمان كمان، لأنه لا ظهور، لا أخبار مؤكدة عنها، ولا حد شاف ولا فيديو تسرب إنه فيروز هاي هي وليكة بالشارع أو شيء. وهذا السبب الوحيد إنه خلى الناس كلها تفكر إنها وتعتقد إنه ميتة، وأنا واحد منهم. يعني بعد سنين طويلة من الغياب ظهرت بجنازة ابنها زياد الرحباني اللي توفى ب26 يوليو من الشهر هذا 2025 بعد صراع طويل هو والمرض. طبعا في ناس من الصدمة تقول لا هاي مي فيروز وهاي لا، بس الحقيقة انه هاي فيروز هي نفسها، يعني ما غيرها. طبعا ظهورها طلع مؤلم للبعض بجنازة ابنها، أسطورة غناء وفن بوسط حزن شديد. يعني يمكن هي ما كانت بدها تطلع من الأساس على الأضواء لو ما جنازة ابنها. وأعطيكم معلومة ثانية اللي ما يعرفها، فيروز اسمها نهاد رزق وديع حداد، من مواليد 1935، ولدت في لبنان. بدأت مسيرتها الغنائية في الخمسينات واشتهرت باسمها الفني فيروز اللي كلنا نعرفه، يعني فيروز لحد يومنا هذا الناس بتعرفها فيروز، وسماها بالاسم هذا حليم الرومي. طبعا هاي المعلومة أنا كنت بعرفها من زمان، باحث عنها وهيك، وبعرف أنه اسمها الحقيقي مو فيروز. بس في ناس مصدمة كمان أنه اسمها ليش مو فيروز، يفكرون أنه اسمها الحقيقي فيروز. وهين تأكدنا أنه فيروز لساتها عايشة ونقدر نشوفها وناخذ صور معاها، أحسن ما كنا نسوي تصاميم الصباح والناس كاتبة تعليقات الله يرحمها وما بعرف شو. الله يرحمنا جميعا. المهم إذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وحط لايك. خلينا نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.